ربنا سبحانه وتعالى مهما كان الشغل ما تنامش في البيت، اشتغل اي حاجه، اشتغل باقل فلوس. بكره تكسب خبره وتنجح في شغلك وتاخد فلوس اكتر، فانت مش هتفرق معاك بقى. انت النهارده اشتغلت اي حاجه في الدنيا باي فلوس باي ثمن، بكره دماغك دي هتفتح. الشغل اللي انت بتاخد فيه جنيه هتاخد فيه 2 جنيه، فانت ربنا هيكرمك، بس مش وانت قاعد في البيت وانت شغال اي حاجه. ما تعتمدش على اي حد، ما تعتمدش على اي حد في الدنيا. ما ينفعش يا اسطى، ما ينفعش حياتك تمشي كده تقف والدنيا تقف. كل شاب في الدنيا لازم ياكل عيش ولازم يشتغل من عرق جبينه. كل واحد قادر على ان هو يشتغل لازم يشتغل وربنا يكرمه. اشتغل اي حاجه، ما توقفش. كلامي للشباب كلهم اللي في الدنيا، وربنا يكرمك ويوسع عليك. افتح ابو اخوك ماشي يا عم، ابو الفنز، ابو الفنزات بتوعي دول. فانت اللي قدام منك جابها من تحت الصفر، من تحت الصفر. بس انت فاكر هو انت فاكرها بتيجي ازاي؟ فاكرها بتيجي ازاي؟ لو حسبتها هتلاقيها بتيجي ازاي. اقول لك انا مثلا بقعد اقول بقى العمر جري والعمر ما جريش والكلام ده كله. لا، هي لسه بدري، هي ما جريتش ولا حاجه، هي ما خلصتش ولا حاجه. هي الدنيا ما انتهتش، ما ربنا لسه كاتب لك عمر. طول ما ربنا سبحانه وتعالى صحاك لصلاه الفجر الصبح، اعرف ان اليوم ده خير ليك وهتعمل فيه حاجه، فما تفوتوش، ما تفوتوش. طول ما ربنا سبحانه وتعالى فتح عينيك الصبح بدري ما تفوتش اليوم ده، لازم تعمل حاجه فيه، تعمل اي حاجه خير كويسه. حتى على الاقل لو مش هتعمل حاجه في دنيتك تعمل حاجه لاخرتك، يعني اي حاجه خير. تصحى تصبح على اهلك، تصبح على ناسك، تصبح على اصحابك، تصبح على جيرانك، تصحى تعامل الناس كويس، تعامل الناس بالحب، تحب الناس كلها، ما تكرهش حد، ما تغتابش حد، ما تخاصمش حد، ما تتخانقش مع حد، ما تعملش مشاكل مع حد، ما تشربش مخدرات، ما تعملش حاجه غلط، ما تشيلش سلاح ابيض، ما تمشيش وحش في الشارع، ما تلعبش ببنات الناس، ما تتكلمش في التليفونات مع بنات الناس، ما تبقاش عيل وحش. خليك راجل جدع، خليك راجل جدع. كلام لكل شاب، هي بتيجي كده. لازم تقوم الصبح، طول ما ربنا ادالك الصحه وصحيت الصبح يبقى تصحى تعمل خير بس. عم محروس، تعمل خير، خير بس. خليك جدع، ما فيهاش حاجه يعني، ما فيهاش حاجه. وخلي بالك بقى يعني تجنبا لاي حاجه، المشاكل ملهاش اي 30 لازمه في الدنيا. يعني لو هتعمل مشاكل مع حد ولا هتبقى راجل بقى مسجل بقى وخطر وعيل شبح، ملهاش اي لازمه. اللي ليه لازمه اتقاءك لربنا سبحانه وتعالى، ده اللي ليه لازمه. انك تمشي مستقيم، ده اللي ليه لازمه. انك تراعي والديك واهلك وناسك، ده اللي ليه لازمه. تعرف ايه اللي ليه لازمه؟ هو اللي ليه لازمه ان انت